السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، النبي التهامي نظر الله جل في علاه إلى أفضل بقعة فهي في تهامة، فأخرج منها النور وأخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج منهم أمهات المؤمنين والنساء الصالحات الطاهرات. فأسأل الله جل في علاه لكن التوفيق والسعادة، وأسأل الله لنا ولكم الثبات، وأسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفرصة سعيدة والله أن أتواصل معكم عبر هذه الوسيلة التي نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها عز للإسلام والمسلمين، وأن نسخرها طاعة لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل في علاه يبارك في أخوات المباركات في هذه الدور المباركة، دور تحفيظ القرآن، دور للجنان نسير لتحفيظ القرآن عن بعد. وأبارك لأخوات الحافظات في هذه الليلة حفظهن، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظهن بالقرآن، وأن يعزهن بالقرآن، وأن يرفعهن بالقرآن، وأن يبارك لهن بالقرآن، فإن القرآن بركة، قرآن أنزلناه إليك مباركا. فأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. والبركة أيها الأحبة والله كل البركة، يا من يبحث عن البركة يا أختي الكريمة، البركة ليس في زوج، وليست البركة في مال، ولا في وظيفة، ولا في حياة سعيدة مترفة، إنما والله البركة كل البركة في القرآن، لأن الله أخبرنا أن القرآن مبارك. فأسأل الله أن يبارك في هذا الحضور المبارك، وأسأل الله يا من دعا له وجاله وترك أشغاله وترك منزله وترك حاجاته وجاء للقرآن، أسأل الله أن يعزه بالقرآن وأن يرفعه بالقرآن، فإن الله جل في علاه قال يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالعزة في الطاعة، إن العزة كل العزة في الطاعة، وأعظم طاعة وأجل طاعة وأرقى طاعة وأسمى طاعة وأفضل طاعة بعد ما افترض الله علينا هو القرآن. فهنيئا لك يا أختي المباركة أن وفقك الله للقرآن، والله إنه توفيق من الله أن جعل القرآن ربيع قلبك. هؤلاء أخوات الصالحات الثمان الحافظات، وهن باكورة هذه الليلة، وبإذن الله سوف ترون كثير بإذن الله من النساء ومن البنات، بل من كبيرات السن، كما سمعنا عن والدتنا المباركة عنا الشمراني التي وصل عمرها 45 سنة أو 95 سنة وهي حافظة لكتاب الله. إنه إعجاز. لماذا إعجاز؟ لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يسر القرآن، ولن ينتفع من القرآن إلا من علم الله في قلبه خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا علم الله قلبك نظيف، لا غل، لا حسد، لا أغاني، لا محبة لللبس العاري، لا أطياب، لا مفاخرة، لا كبرياء، لا غيبة، لا نميمة، لا شاشة مفسدة، لا شر من الشرور، وفقك الله للقرآن ويسرك الله للقرآن. ولذلك الله يقول بعد أن أقسم 11 قسم في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، حتى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهنيئا لمن وفقها الله. لما علم الله في قلبك خير يا أختي الفاضلة وفقك للقرآن. يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالعزة الرفعة، والذلة معروفة. الذلة يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الآن لما أنت وفقك الله للقرآن وحفظت القرآن، وأنت يا من في طريقك لحفظ القرآن، وأنت يا أم المباركة التي تركت زوجك وبيتك وضيفك وقلت اشتغلت بالقرآن، فأسأل الله أن يبارك لك في عمرك وفي زوجك وفي ولدك، وأبشري والله بالحياة الطيبة.
وأشكر كل أخوات الحريصات المعلمات الفاضلات، وأشكر أختنا المباركة من جمهورية مصر، هذه المرأة النبيلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم بهم نسبا وصهرا. هذا القرآن الذي يحفظ الله به الأمن في البلاد. قال الله في الحديث القدسي: إني لأهم بأهل الأرض عذابا فأرى عمار المساجد والمتزاورين فيه والمستغفرين بالأسحار فأرفع عنهم العذاب. فأنتم متزاورين الآن في الله، جمعكم من كل مكان، اجتمعتم للقرآن وتزاورتم للقرآن وتجالستم للقرآن وتركتم كل زخارف الدنيا وجئتم إلى القرآن في الوقت اللي فيه محرومة عن القرآن بذنوبها ومعاصيها، فهي تعيش في ذلة وفي اكتئاب وأمراض نفسية وفي عري وفي أغاني وفي غفلة. وأسأل الله جل في علاه أن يرد شباب المسلمين وبنات المسلمين إلى الله. أنت وفقك الله للقرآن ويسرك للقرآن وجعل وقتك للقرآن، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة. أهني كل من حفظت القرآن وكل من في طريقها إلى القرآن، وأهني من بذلت للقرآن ومن اشتغلت بالقرآن. القرآن قال الله جل في علاه تبيانا لكل شيء. القرآن يقضي على كل المشاكل. عندك مشاكل زوجية يحلها القرآن، عندك مشاكل مع أبنائك يحلها القرآن، عندك مشاكل مالية، عندك مشاكل في الهم والغم والقلق والاكتئاب، عندك زميلة تعاني وتشتكي من هموم وغموم وضيق الزوج وتضييق الزوج عليها وضيق الزوجية وضيق الحياة، قل اشتغلي بالقرآن، اقرأي القرآن، فإن القرآن نور. القرآن نور، نور يجعله في صدور الذين آمنوا. فالقرآن حياة والقرآن توفيق. ولذلك سمعنا أيها الأخوات الفاضلات بأختنا الكريمة أو والدتنا النبيلة الفاضلة عنا الشمراني، سبحان الله العظيم، بعد 95 سنة تحفظ القرآن ورفع الله ذكرها. كم هي تعرض في قناة المجد. ولذلك أدعوك يا أختي الفاضلة أن تشتغلي بالقرآن، اشتغلي بالقرآن، اقرأي كثير القرآن. فيه والله من يقرأ القرآن يوميا، والله أني أعرف ناس إنهم يوميا يقرؤون القرآن. والله أني أعرف رجل رحمه الله توفي قبل أشهر يقوم الليل ب5 أجزاء من القرآن. فاشتغلي يا أختي المباركة بالقرآن، والله الله في القرآن، وادعوا أختك للقرآن، ولا يخذل أحد عن القرآن. يا ويله من يلقى الله وهو يخذل عن القرآن. الناس يدعون إلى العودة للقرآن، ومن الناس من هو عنده خبث اليهود والنصارى يحذر من القرآن ويحذر من مجالس القرآن ويحذر من الذهاب للقرآن. سبحان الله. هذا الصرح المبارك وهذه الدورة المباركة للجنان نسير لتحفيظ القرآن عن بعد تحت مظلة رسمية وتحت إذن من ولي الأمر، وكلها مباركة، ما جاءت خبط عشواء ولا اجتهاد فردي، إنما هو بعد دراسة وسماح من ولاة الأمر وفقهم الله. فكيف تحذر بعض النساء وبعض الرجال وبعض من خبثت نفسه؟ إن من خبثت نفسه كما قال عمر رضي الله عنه: لا يخرج سوء الظن إلا من خبث النفس وسوء السريرة. بعضهم يحذر من القرآن، بعضهم يحذر من دور القرآن، حتى بعضهم يمكن يقولها بلسان بلدي مبين: أشغلتونا بهذا القرآن، أشغلتونا بتحفيظ القرآن، ما شفنا من التحفيظ خير. سبحان الله العظيم. وطيب ومنين شفت الخير؟ منين تبغى يجيك الخير؟ أن ترى بنت عارية ملعونة، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: العنوهن إنهن ملعونات، نساء كاسيات عاريات العنوهن إنهن ملعونات. هذا اللي تبغى تراه؟ ماذا تبغى؟ وش تبغى من فتاة عارية أو أم عارية؟ الستر في القرآن والسعادة في القرآن والتوفيق في القرآن. فأشكر لكم جميعا هذا الحضور، وأسأل الله يا من دعمه بوقته وفلوسه ودعا إليه، أسأل الله يجعل له من كل هم فرجا. وليس والله غريب على نساء تهامة، نساء النور، خرج النور من تهامة وهم نساء مباركات. أسأل الله أن يستركم في الدنيا والآخرة، واعذرونا على الإطالة. غفر الله لنا ولكم وسددكم الله، وبارك الله في الإدارة والمعلمات والطالبات والحاضرات ومن يسمع هذا الكلام. بارك الله فيكم جميعا وغفر الله لنا ولكم. ونسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في الحدود، وأن يحفظ ولي أمرنا ويبارك له في عمره. وصلى